أستاذ علي. أهلا وسهلا. أستاذ علي، هل أصبح النظام السياسي العالمي الآن داعما لأنظمة الاستبداد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. للأسف نعم، يعني في كل أنظمة الاستبداد كل الطواغيت الذين رحلوا كانوا يحظون بدعم هذه الأنظمة، والصورة جلية وواضحة في البحرين أن هذا النظام يحظى بهذا الدعم من قبل الاستكبار العالمي، وممكن له من قبل هذا الاستكبار، بل ممول يعني حتى على مستوى صفقات الأسلحة وعلى مستوى دعمه بالترسانة العسكرية التي يقمع بها شعب البحرين أو أي شعب آخر. للأسف نعم. لماذا أستاذ علي هذا التجاهل لثورة البحرين من قبل المنظمات الدولية ومن قبل المجتمع الدولي، مجلس الأمن، مجلس حقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية؟ يعني رغم محاولات التجاهل والتضليل إلا أنهم مضطرون ومجبورون أن يتعاطون بقدر معين مع ما يحدث في البحرين. يعني لا توجد منظمة في كل العالم لم تتحدث عن البحرين، وبما فيه الأمين العام للأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان المعروفة، كلها تتحدث. ولذلك اضطر النظام أن يستقدم لجنة أسميتها لجنة باسيو أمريكية لكي يهرب قليلا من هذا الضغط ومن من هذه البيانات التي تواصلت على طوال الفترة منذ انطلاق الثورة وإلى يومنا هذا. ولكن في نفس الوقت هذه المنظمات أثرها محدود. هذه المنظمات لا تغير أنظمة حكم، وإنما هي تضغط على هذه الأنظمة لتحد نوعا ما من قمع، لكي تعير اهتمام إلى قضية شخصية معينة تتعلق بمعتقل ما مثلا، ولكنها على المستوى السياسي لا تغير شيئا. ولذلك نحن يعني منذ انطلاق هذه الثورة ومسلسل القمع متواصل بل متصاعد. السبب الحقيقي وراء هذا هو النظام السياسي أو الأنظمة السياسية التي هي من تمتلك زمام الأمور بشكل أكبر وتأثير مباشر على هذه الأنظمة. هذه الأنظمة لديها تقاطع مصالح مع الأنظمة الاستكبارية. يعني مثلا عندما نتحدث عن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع البحرين، الرئيس الأمريكي يتحدث بشكل واضح وصريح ويقول نحن لدينا تحالف استراتيجي مع نظام عائلة آل خليفة، ويستضيف الخليفيون الأسطول الخامس الأمريكي موجود هناك في البحرين. أيضا مثلا ولي العهد في البحرين هو رجل صهيوني، ولذلك هناك زيارات متبادلة مع شخصيات ورموز الكيان الصهيوني. تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أن النظام الخليفي هو الضامن إلى بقاء وهيمنة وحفظ مصالح النظام الأمريكي، ولذلك عناوين حقوق الإنسان إنما تستخدم لدر الرماد في العيون. فأنت حتى لو تذهب وتجلس مع السفير الأمريكي وتقول له عن قضايا حقوق إنسان وعن قضايا انتهاكات، ربما يتفاعل معك ويقول نحن لا نقبل ونحن لا نؤيد، ويصدر حتى بيان. لكن هذا البيان هو فقط كما ذكرت سابقا در الرماد في العيون، وفي المقابل هو يدعم بالأسلحة، وفي المقابل هو يدعم بالإعلام، وفي المقابل هو يعطي الوعود.